السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو المدلعة، وانا بسميها ملكة الحلويات الشرقية، وكمان من احسن الحلويات اللي ممكن تعملوها في رمضان. هنعمل الجمال ده كله في البيت بمقادير متوفرة عندنا في كل بيت، وكمان بطريقة مظبوطة جدا. طبقة كنافة مظبوطة ومش محجرة، وكمان طبقة بسبوسة ناعمة وطعمها فوق الخيال. هنعملها النهارده بطريقة المصانع، طبقة كنافة وكمان طبقة بسبوسة وطبقتين من الكريمة وطبقة صوص شوكولاتة وكمان صوص كراميل. حاجة كده بجد فاخر من الآخر، مش هتصدقوا ان انتوا عاملين الجمال ده كله في البيت. يلا بينا كده نشوف الطريقة وكمان المقادير، لكن حابة افكركم انزلوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس وحطوا لايك. واول حاجة هنبدأ بيها وهي طبقة البسبوسة. معايا ربع كيلو من سميد البسبوسة، وحطيت عليه ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان نص كوبايه كده من جوز الهند، ونص كوبايه من السكر الحبيبات. هقلب كده المكونات الجافه دي على بعض، وهقول لكم كمان نصيحه عشان تطلع معاكم مظبوطه: لازم تختاروا السميد بتاعكم يكون اصفر مش ابيض. هركن المكونات دي كده على جنب، وهنبدا بتحضير المكونات السائله. معانا ربع كوبايه من شربات الحلويات التقيل، واللي مش متوفر عنده يقدر يحط ربع كوبايه من عسل النحل. وكمان هنزل عليهم بربع كوبايه من السمنه المذابه، مش سخنه ومش بارده. وكمان ربع كوبايه من الحليب مش الزبادي. هقلب كده المكونات السائله دي كويس مع بعض، وبعد كده هنزل بيها على خليط المواد الجافه اللي احنا عملناه في اول الفيديو. لو سالتوني عن نسخه بسبوسه تكون مرمله وناجحه معاكم من اول مره، وكمان المقادير بتاعتها بسيطه جدا، هقول لكم هي الطريقه دي. هنزل كده بالمكونات السائله دي على المكونات الجافه، وهقلبهم كويس بمعلقه كده مش بايدكم، علشان ما تعجنش معانا وتعمل عرق. وكمان اللي مش متوفر عنده السميد اللي هو الاصفر ده، او مش عارف يجيب نوعيه السميد المظبوطه، تقدروا تستعملوا السميد اللي هو في الاكياس اللي هو جاهز ده. بتحط عليه المواد او المكونات السائله بس، مش بنحط عليه لا جوز هند ولا سكر، لان هو فيه كل المكونات بتاعته. وده شكل الخليط بتاعنا، شكله عامل كده زي رمل البحر المندي. هركنه كده على جنب، وركزوا معايا قوي في الخطوه دي. الصينيه بتاعتي بكون فرشه فيها ورقه زبده، وكمان دهن الاطراف بسمنه كويس جدا او بزبده. انا المره اللي فاتت لما عملت المدلعه كنت حاطه ورقه الزبده في الجوانب، بس ما كانتش بتطلع معايا ديسك البسبوسه منتظم. فالنهارده عملت كده ورقه الزبده زي ما بنعمل الكيكه، ودهنت الجوانب كويس جدا بالسمنه او الزبده. وان شاء الله البسبوسه دي هتتقلب معانا زي الكيكه بالظبط. فهي الفكره من حطه ورقه الزبده بس، ان احنا عايزين نقلب البسبوسه دي وتكون ديسك واحد معايا. بفرد كده الخليط بسباتيولا او بمعلقه، وبعد كده ببدا ان انا اظبطه كده عشان ما يكونش فيه جنب اعلى من التاني. وفي الاخر كده ببدا ان انا ابل ايدي ببسيط جدا من الميه، وابطط كده البسبوسه من فوق عشان تدينا وش احمر كده وذهبي وزي الفل. بندخل بقى البسبوسه بتاعتنا دي في الفرن على في اللي هو الرف اللي تحت خالص، على نار هاديه جدا. وبتاخد معانا من 15 ل 20 دقيقه، طبعا على حسب الفرن بتاعك، فانت بتاخدي بالك منها من وقت للتاني. اول ما بتاخد لون ذهبي بسيط كده من الجوانب، بنبدا ان احنا نطفي النار من تحت ونفتح لها الشوايه دقيقتين لغايه لما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. واول ما بتخرج كده من الفرن وهي لسه سخنه، بننزل عليها بشربات حلويات يكون خفيف وساخن نازل من على النار. يعني البسبوسه لسه سخنه طالعه من الفرن، وكمان الشربات لسه مطفيين عليه النار. والشربات ده سهل جدا: كوبايه وربع من الميه عليهم كوبايه من السكر، وكمان عصير نص ليمونه بحطهم على النار يغلوا حوالي 3 4 دقايق. وبعد كده بنزل بيهم على طول على البسبوسه بتاعتنا. هي بتاخد معايا كل كميه الشربات، فانتوا ممكن تنقصوا عن كميه الشربات دي لو مش عايزين المدلعه بتاعتنا مسكره قوي. تعالوا بينا نشوف الخطوة اللي بعد كده، وهي طبقة الكنافة. معايا ربع كيلو من الكنافة، هبدأ ان انا يا تقطعوه بايدكم يا تقطعوه كده بالسكينة زي انا ما بعمل. لكن الكنافة دي تكون مخرجينها لو في الفريزر، بتكونوا مخرجينها قبل ما تستعملوها بشوية عشان ما تتفتفتش منكم. انا كل مرة بقول لكم لازم الكنافة تكون من الفريزر عشان نفتفتها كويس او نكسرها كده كويس، لكن النهاردة انا عايزة الكنافة شعر مش متقطعة كويس، علشان تطلع معايا ديسك واحد متماسك. هنزل عليهم كده بمعلقتين من السكر البودر، مش السكر الحبيبات يا جماعة. كل مرة بنبه عليكم سكر بودر مش سكر حبيبات. وهبدأ كده ان انا افكك بقى الكنافة من بعضها واقلبها كويس في السكر. معلقتين السكر دول هيمسكوا لي الكنافة ويعملوهم ديسك واحد، تقدروا ان انتوا تمسكوه بايديكم. لكن لو فرقنا الكنافة دي زي وصفات الكنافة اللي احنا بنقطعها العادية، هتتفرفش معانا ومش هستحمل ان احنا نحط عليها كريمة ولا الشغل اللي هنعمله عليه. بنتأكد بس ان السكر كده غلي في كل الكنافة. وبعد كده هجيب صينية نفس مقاس الصينية اللي احنا خابزين فيها البسبوسة. هجيب كده نص كوباية من السمنة المذابة، وهنزل بحوالي معلقتين كده في الصينية في أرضية الصينية. وبعد كده هنزل عليهم بالكنافة اللي احنا مغلفينها دلوقتي بالسكر البودر، ونص كوباية سمنة بس، ما تزودوش عن كده. وكمان تقدروا تستعملوا الزبدة المذابة. في حاجة لازم تاخدوا بالكم منها وتركزوا عليها كويس جدا:
لازم يكونوا الصينيتين نفس المقاس. طيب لو ما عندكيش غير صينيه واحده او صينيه واحده اللي انت عايزه تعملي فيها، هتبداي ان انت تعملي الكنافه بالطريقه دي اول حاجه، وتدخليها الفرن وتخرجيها، تحطي عليها السيرة وتشيليها تحطيها على صينيه او كاتن بورد، وفي نفس الصينيه ترجعي تعملي وصفه البسبوسه او طريقه البسبوسه اللي احنا عملناها دلوقتي. وبكده بنكون عملنا المقدارين في صينيه واحده، الكنافه وكمان البسبوسه. بعد ما حطيت الكنافه وكبستها كويس جدا كده بصينيه اصغر، ببدا ان انا اجيب باقي نص كوبايه السمنه المذابه وابدا ارشها كده على الكنافه بتاعتنا بمعلقه كده، وتبداوا ان انتوا ترشوها. حاولوا ان انتوا تغلفوا كل الكنافه بالسمنه اللي معاكم بالشكل ده. وطبعا انا كنت عامله الصينيتين دول مع بعض وداخلين الفرن مع بعض، لكن انا عامله لكم كل طريقه لوحدها علشان ما تتلخبطوش معايا. فلو هتعملوا مقدار في صينيتين نفس المقاس تقدروا تعملوهم وتحطوهم مع بعض في فرن واحد. فبندخل بقى صينيه الكنافه دي مع صينيه البسبوسه في الفرن، وبنشوفها كده من وقت للتاني. اول ما بنلاقي الحجم بتاعها صغر كده من الجوانب وكمان اخدت اللون الذهبي الجميل ده، لو محتاجه لون خفيف كده من فوق بنفتح لها الشوايه، لكن لو اخدت اللون الذهبي كده من فوق وكمان من تحت مش بنحتاج نفتح لها الشوايه. وبيكون ده الشكل بتاعها. اول ما بتخرج كده من الفرن وهي لسه سخنه، بننزل عليها بشربات حلويات تقيل. وفي بقى كده حته مهمه جدا لازم تاخدوا بالكم منها، اول ما بنسقيها كده بالشربات بنغطيها على طول بكاتن بورد او بصينيه او بحاجه، علشان نكتم البخار اللي طالع منها وتكون الكنافه معانا ديسك متماسك وفي نفس الوقت طريه ومش محجره. تعالوا بقى كده نعمل صوص الكراميل اللي بنحطه على وش المدلعه، وكمان اللي الكل بيحتار عليه ومش بيعرف يعمله مظبوط في البيت. في طاسة على نار متوسطة هنزل بنص كوباية من السكر، ومش هحط فيهم معلقة ولا أي حاجة لغاية لما ألاقي حوالي 80% كده من السكر داب معايا. هبدأ إن أنا أقلبهم كده بالمعلقة أو سباتيولا بالشكل ده. فأنتوا بتحطوا السكر زي ما شفتوا كده في الفيديو، وبنحرك بس الطاسة من غير ما نحط فيه معلقة ولا أي حاجة. أول ما بنلاقي السكر داب معايا كده أو داب منه حوالي 80% أو 50%، ببدأ بقى أقلب كده بالمعلقة وما بطلعش المعلقة بقى من الطاسة غير لما السكر يدوب معايا عشان ما تخرصش معايا بالشكل ده. بنقلب كده لغايه لما نتاكد ان ما عادش فيه ولا حبايه سكر ما دابتش. بنزل كده عليهم بنص معلقه من الزبده، والزبده ما ينفعش السمنه، لازم تكون زبده. بنقلبها كده بمعلقه او سباتيولا لغايه لما تدوب معايا تماما في الكراميل بتاعنا. وخطوه الزبده دي بتطلع معانا الكراميل ناعم وسوفت وبيلمع كده وبيدي لمعه حلوه جدا على المدلعه او على اي حلويات هتستعملي ليها. واول ما السكر بيدوب معايا تماما بكون محضره جنبي نص كوبايه من الميه. اول كده ما نتاكد ان كل السكر داب معايا بننزل على طول بنص كوبايه الميه. مش هنستعمل بقى النهارده لا حليب ولا اي حاجه، ده صوص اقتصادي وفي نفس الوقت غني وطعمه حلو جدا. قلب كده، قلبه ما تستسلموش، يعني قلبه كده لغايه لما كل الكتل اللي في الكرم اللي بتاعنا تفك وتدوب كده وتبقى زي الميه. اول ما بنتاكد كده ان كل الكتل دي دابت معايا بنزل عليهم بربع كوبايه من الشوكولاته البيضاء مكسراها كده بالسكينه. اي نوع بقى شوكولاته بيضاء متوفر عندك، مش هحدد لك المره دي نوعيه معينه. بنقلب كده كويس بالسباتولا لغايه لما الشوكولاته دي تدوب معايا تماما وتبقى بالشكل ده. ده بيكون قوام الصوص بتاعنا، قوامه حلو جدا، وكمان الشوكولاته دي بتديله قوام وطعم حلو جدا، بيكون اشبه كده بمربى الحليب. بنزل عليهم بمعلقه نشا صغيره مدوباها في معلقتين من الميه وبقلب كويس، وبعد كده برفعهم من على النار. تعالوا بينا نشوف الخطوه اللي بعد كده. ودي البسبوسه بتاعتنا اتقلبت معايا زي ما قلت لكم، وده لان احنا حاطين فيها ورقه زبده، وكمان سيبناها لغايه لما بردت تماما، وبسباتولا كده حاولنا ان احنا نخلص الاطراف او الجوانب، وقلبناها اتقلبت معانا ما شاء الله بكل سهوله. هجيب بقى كده الصينيه اللي احنا عاملين فيها البسبوسه، وهبدا احط اول حاجه هو ديسك الكنافه. الكنافه بتكون تحت وكمان البسبوسه بتكون فوق. شايفين ما شاء الله ديسك الكنافه متماسك وفي نفس الوقت طري مش محجر معايا، وهتشوفوه دلوقتي في نهايه الفيديو لما اقطع لكم منها حته. وبعد كده هنزل بقى على الكنافه بتاعتنا بتاني طبقه، وهي طبقه الكريمه. ضربت كده نص كوبايه من الكريم شانتيه مع نص كوبايه من الحليب المتلج ومعلقه واحده بس من السكر. ضربتهم كويس لغايه لما ادوني القوام الحلو ده. ما تخلوش القوام بتاعهم سائل، لازم يكون القوام بتاعهم متماسك كده عشان يستحمل ان احنا نحط عليه طبقه البسبوسه. بفرده كده بشكل متساوي. شايفين الكريمه ما شاء الله متماسكه وحلوه معايا، لازم تكون متماسكه كده عشان تستحمل ان احنا ننزل عليها ديسك البسبوسه. دي بقى البسبوسه بتاعتي، انا كنت قلبها كده على كيس عشان تسهل عليا ان انا اقدر ازقها كده من على الكاتن بورد وانزلها في الصينيه بتاعتي. بزقها كده وبتنزل معايا بكل سهوله. جمدوا قلبكم كده ما تخافوش وانتوا بتنزلوها، وبتنزل معانا كده بكل سهوله. لو اتكسرت منكم حته او اي حاجه ما فيهاش اي مشكله، الكريمه هتمسكها وتبقى زي الفل. هحط كده طبقه كمان من الكريم شانتيه، وما تكتروش، يعني بتكون الطبقه اللي فوق دي مش بتكون كبيره زي الطبقه اللي في المنتصف، يعني بتكون حاجه بسيطه كده لان لسه بيتحط عليها صوصات من فوق، فبتكون كده طبقه قليله من الكريم شانتيه. بنفردها كده بشكل متساوي
علشان لسه هنحط عليها صوص كراميل وكمان صوص شوكولاته من فوق. ده بقى صوص الكراميل اللي احنا عملناه، لازم تسيبوه لغايه لما يبرد تماما تماما تماما. وكمان البسبوسه بارده والكنافه بارده وكل الحاجات اللي بنشتغل بيها النهارده بتكون بارده، ويفضل كمان ان انتوا تكونوا مطلعينها من التلاجة. ده الصوص بتاعي بعد ما سبته برد تماما، وطبعا ده كان في درجه حراره المطبخ، لكن برد تماما تماما. يعني على الاقل كده بتسيبوه ساعه او حاجه بعد ما بتعملوه. حطيت منه كده كميه وببدا ان انا افردها على وش المدلعه، ما تكتروش كمان في طبقه الكراميل اللي على الوش دي. هي بتكون طبقه خفيفه كده بحيث ان انتوا تشوفوا الكريمه تكون ظاهره معاكم وتدينا اللمعه الحلوه بتاعه الكراميل دي. شايفين ما شاء الله الكراميل بتاعنا متماسك، ولما بنقلب الصينيه كده مش بيتحرك معانا ولا بينزل ولا اي حاجه، متماسك وما شاء الله ناعم مفيهوش اي حبيبات، وكمان بيلمع وزي الفل. بجيب بقى كده صوص الشوكولاته وببدا ان انا اعمل بيها خطوط بالطول كده على الوش المدلعه بتاعتنا، وده الشكل اللي هو المعتاد للمدلعه في المحلات. وصوص الشوكولاته ده كمان في البيت مش جاهز، وده 50 جرام من الشوكولاته، بنحط عليهم حوالي معلقتين كده من اللبن اللي بيغلي، وبنقلبهم كويس، ولو احتاج كمان لحليب بنحط لغايه لما يدينا قوام الصوص اللي انتوا شايفينه ده. حطيته كده في كيس حلواني وابدا ان انا اعمل بيه خطوط بالطول بالشكل ده. هجيب كمان كده معلقتين من الكريم شانتيه واحط عليهم معلقه من الميه واخفهم شويه واحطهم في كيس حلواني، وهبدا ان انا اعمل بيهم خطوط بالطول زي ما عملت بصوص الشوكولاته بالظبط بالشكل الجميل ده. هجيب بقى كده شوب ستيكس او خلة اسنان، وهبدأ ان انا اعمل تعرجات كده، خط رايح وخط جاي على وش المدلعة. وكمان تقدروا تعملوا الخطوط دي بمعلقة او بطرف سكينة، خط رايح كده وخط جاي بيدينا الشكل اللي هو المتموج الحلو ده. وده شكل المدلعة بتاعتنا، بنظبط كده وبننضف الاطراف بمنديل مطبخ نظيف، وبيكون ده الشكل بتاعها، شكلها حلو جدا وكمان طعمها حلو جدا. اعملوها بقى في المناسبات وكمان اعمليها في العزومات، هتشرفك من غير ما تكلفك، ومحدش هيصدق ان انت عامله المدلعه دي في البيت. تعالوا بقى كده نقطع حته كده قدامكم. الكنافه بتتقطع معايا بكل سهوله مش محجره، وكمان البسبوسه ناعمه وزي الفل. هي متدلعه واحنا دلعناها على الاخر، وطعمها يستاهل فعلا اللي نسموها متدلعه. طعمها يا جماعه فوق الوصف، والله ما قادره اوصف لكم حلاوتها ولا جمالها غير لما تجربوها. هطلع لكم بقى كده حته علشان تشوفوا الجمال والحلاوه من جوه. طبقات الكنافه على البسبوسه وبينهم كده طبقه الكريمه وطبقه الكراميل اللي على الوش دي. شايفين الكراميل متماسك مش بيسيح معايا لان احنا حاطين له شوكولاته بيضه وعاملينه بطريقه مظبوطه جدا. شايفين الجمال والحلاوه. قوموا بقى حالا اعملوا المدلعه دي وقولوا لي رايكم، وانا متاكده ان هي هتعجبكم وهتعجب كل اللي هيدوقها، ومحدش هيصدق ان انتوا عاملين الجمال ده في البيت. اخر طعامه واخر جمال وكمان اخر دلع دلعناها النهارده على الاخر المدلعه بتاعتنا. تعالوا بقى كده نقطع حته معاكم بالشوكه علشان تشوفوا الجمال بتاعه الطبقات. ما شاء الله الكنافه بتتقطع معانا مش محجره وناشفه، وكمان البسبوسه بتدوب كده دوبان في البق. شايفين الجمال والحلاوه. انا بعتذر على طول الفيديو وبعتذر لاصحاب الباقات على طول الفيديو، لكن الفيديو فيه تفاصيل كتير ما قدرتش ان انا احذف منها. وبكده بيكون خلص معانا فيديو النهارده وخلصت المدلعه الجميله. اتمنى يا رب تجربوها وكمان تقولوا لي رايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وكمان اشتراك في القناه، واشوفكم على خير في فيديو تاني ومع السلامه.